spin round. And that takes its time. About to check outside the game. كل عام وانتم بخير، سنة جديدة وسعيدة إن شاء الله على الكل. معاكم هارون خاجة. الدراجة النارية كما تسمى باللغة العربية الفصحى لها عدة أسامي مختلفة بدول الخليج. فمثلا بالكويت أهل قبل يسمونها الطقطاقي. يا راعي الطقطاقي. طقطاقي ليش طقطاقي؟ لأنه يطقطق. بالسعودية الاسم يختلف، يسمونه دباب. دباب لأنه يدبدب. دباب؟ عيل هذيل كلهم دبابات هني. وبقطر اخواننا القطريين يسمون الدراجة بطبطة. مع البطات. لا عمي بطابط بطابط. ها شوف بطابط. طبعا بطبطة وجمعها بطابط. بالبحرين الوضع يختلف شوي. اخواننا البحرينيين يسمون الدراجة، طبعا اهل قبل يسمونها ترام. ترام يا اخي ترام. ليش تقولون ليش معنى ليش ترام؟ يعني بطبطة يبطط، دباب يدبدب، طقطاقي يطقطق، ترم. شو الوضع؟ ثقافتهم شوية بريطانية. دراجة قبل أيام قبل دراجات البريطانية كانت هناك اسمها ترايمف. ترايمف هي دراجة بريطانية قديمة، فكانوا يبونها وايد هناك، فسموها أهل قبل ترام على اسم الدراجة اللي هو ترايمف. لا تستغربون وتقولون ايش معنى احنا غير وليش، ترى حتى في الدول الأجنبية الغربية هم تختلف الأسامي. بأمريكا مثلا يسمون الدراجة موتور بايك، بإنجلترا يسمونها موتور سايكل، حتى بدول الشرق الأوسط يسمونها موتور. بس احنا بالكويت جيل هذا نسميه دراجة سيكل. لو سمحت، هارلي مو سيكل.